وبعد ذلك جاء بحكم جديد. هذا الحكم الجديد لينهي إشكال أثاره اليهود. اليهود كانوا يشيرون أن الرجل إذا أتى امرأته من خلف ولو في قبلها جاء الولد أحول. جاء الولد أحول. هي القبل برضو مكان الإتيان، بس الجهة غير، مش معناه يعني في المكان الآخر، لا. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يرد على هذه المسألة، وقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يفسح لمجال التمتع بالمرأة على أي وجه، أنه أعملها لك متعة، فأنت على أي لون من ألوان المتع بالمزاج الذي تراه، بس على شريطة الحرث. فأتوا حرثكم أي نساءكم. طب وجاب كلمة حرث هنا ليه بقى؟ لأن فأتوا حرثكم أن شئتم، لأن دي تستعمل من أين؟ في أي محكمة يمكن أم قال لك لا، ائتها أن شئت، يعني كيف شئت، من أي جهة شئت، لكن على أن تكون في الحرث. وما هو الحرث؟ الحرث مكان استنبات النبات. الحرث مكان استنبات هناك كنا بنقول ويهلك الحرث الزرع، يعني يبقى ائت المرأة على أنها مكان الزرع، مكان زرع زرع الولد. تعال للمرأة بهذا الوصف. المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجيش. المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجيش. يبقى إذن دي بعض الناس كانوا خدوا منها انه يعني العملية دي مباحة، ما فطنوش الى كلمة كلمة حرث. نساؤكم حرث لكم. حرث يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الولد. فأتها في المكان الذي ينجب الولد من على أي جهة شئت، على أي جهة وعلى أي وضع على أي وضع شئت. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.